عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، وربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين الفوز بالعتق من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. وربنا يكرمنا ويكرمكم كده بقى، والهمم تعلو. شهر رمضان ده شهر علو الهمة، عشان كده بنتكلم في هذا الشهر الكريم عن علو الهمة وإزاي الهمم تعلو. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، حلقة النهاردة رقم 3. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة إن الإنسان لا يمكن أبدا تعلو الهمة إلا بالتخلية قبل التحلية. إن الإنسان يشيل من قلبه الدنيا ويحط في قلبه الآخرة. وزي ما قلنا، مش هيتدروش ومش هيترك الدنيا، بالعكس أنا عايزك تكون أنجح إنسان في الدنيا، عايزك تكون أغنى واحد وأجمل واحد وأسعد واحد، وفي نفس الوقت تكون أعبد لواحد لله سبحانه وتعالى. اجمع بين دنيا وآخرة. إيه المشكلة؟ حول العادات لعبادات. ممكن والله سهلة جدا. تعرف في واحد هيعيش 60 سنة وواحد تاني هيعيش برضه 60 سنة. ممكن ده يلقى المولى عز وجل بأعمال 3 سنين، وممكن ده يلقى الله عز وجل بأعمال 60 سنة، والاثنين عملوا زي بعض، بس اختلفت النية. ازاي؟ هو دوت ما كانش بينوي غير في العبادات بس. يعني ايه؟ يعني داخل يصلي فخلاص هي الصلاة، رايح يزكي فهي الزكاة، يعني رايح يعتمر بيقرأ قرآن وخلاص. إنما وقت النوم ما بيحتسبش، وقت الأكل ما بيحتسبش، وقت الشغل. عارف أنت لو حاولت بقى كل الحاجات ديت العبادات، هتلاقي نفسك تلقى الله عز وجل بعبادة 60 سنة. إزاي؟ أنا قاعد باكل، أنا مش هعمل حاجة زيادة، يعني هو نفس الأكل هو نفس الأكل، ونفس القعدة هي نفس القعدة، بس وأنا باكل بنوي، مش بقول بالبق، لأن النية محلها القلب. بقول أو بنوي في قلبي إن الأكل ده أنا باكله علشان أستعين بيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يصبح الوقت اللي أنا قاعده ده واللقمة اللي أنا باكلها دي كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. أنا داخل أنام، كده كده هنام. فلما أجي أنام بتوضى وأنام على جنب اليمين، أو أبدأ النوم على جنب اليمين وأتقلب بعد كده براحتي وأقول أذكار النوم. ونركز في أذكار النوم على 3 حاجات بالذات، يا ريت اوعى حد ينساها. أول حاجة سيد الاستغفار. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ركز عليها، لأن لو قلتها بالليل ومت تدخل الجنة، لو قلتها الصبح ومت تخش الجنة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من قالها مستيقنا دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أدي حاجة. الحاجة الثانية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو قلتها لا يصبح للشيطان عليك سلطان حتى تصبح، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يكون للشيطان عليك أي سلطان ولا أي حاجة إلا حتى تصبح، بفضل الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي. ثالث حاجة عايزك تركز عليها: قراءة سورة تبارك. تبارك الذي بيده الملك. ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة تبارك، باللفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يا سورة تبارك تمنع من عذاب؟ أي نعم. لو قلتها في ليلة ومت في ليلة دي لا تعذب في قبرك أبدا، يصبح القبر روضة من رياض الجنة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. لا، وليها وظيفة تانية، هي قرآن قبل أي شيء، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلما تحب كلام ربنا، ربنا يحبك. ولما تقرأ كل حرف لك بكل حرف 10 حسنات، كما صح ذلك عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خد بالك بقى. وبترتقي في درجات الجنة بالقرآن، وعلى وجه الخصوص سورة تبارك. قال صلى الله عليه وسلم كما صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت، يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. وراجع الأحاديث ديت في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. خدت بالك؟ فاوعى تنسى ال3 حاجات دولت: سيد الاستغفار، سورة تبارك، آية الكرسي، وبقية أذكار النوم. فلما تيجي تنام، أنت كده كده هتنام، لكن لما تنام بقى بنية، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين قال: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنا لما باجي أنام بحتسب إن أنا يا ربي هنام علشان أقوم أقدر أصلي قيام الليل وصلاة الفجر، وأقعد في المسجد لحد ما تشرق الشمس أذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأصلي ركعتين الشروق فيكتب لي، أو صلي ركعتين الضحى فيكتب لي حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. طبعا حجة وعمرة نافلة. خد بالك، شفت قد إيه؟
ولو رايح تشتغل، انت رايح تشتغل تاكل عيش يعني بالبلدي كده، فاهم ازاي؟ رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده ان انا بعف زوجتي وامي وابويا واولادي واخواتي عن ان هم يسالوا الناس، فيصبح العمل عباده في اللحظه دي، بس بشرط الا ينهيك العمل عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن الصلوات الخمس، والا يكون العمل حراما. يبقى بكده يبقى العمل عباده، الاكل عباده، النوم عباده، الشرب عباده، حتى اتيان الزوج عباده. بتتكلم جد، ورب الكعبة يصبح عبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، في إتيان الرجل زوجته صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ معقولة دي شهوته؟ قال أجل، أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. يا الله، شفت قد ايه دين عظيم؟ دين عظيم جدا، ما فيش أعظم من كده يا جماعة، سبحان الله. فعشان كده بقول لك طلع الدنيا من قلبك. طلع الدنيا من قلبك يعني ايه؟ يعني جمع فلوس، اشتغل، اكسب، انجح، كل حاجة، بس خليها في ايدك، ما تبقاش في قلبك. يبقى معاك مليون جنيه لكن لما يطلب منك التبرع لبناء مسجد اتفضلها، دار ايتام اتفضلها، مشاركة في اي خير، ارملة ما عندهاش زوج يصرف عليها اتفضلي، واحد فقير معدي عليك اتفضل، زكاة مال بطلعها، صدقات بأديها. الله أكبر، إيه ده؟ يبقى الدنيا في الوقت ده إيه؟ في إيدك مش في قلبك. يبقى الدنيا ما هياش شغلاك، ما هياش شغلاك أبدا. فرحان قوي قوي مرة أخ بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا سبت عمل مشروع كبير، وده مش معناه يا جماعة إن إحنا بنذم أصحاب المشاريع الكبيرة، بقول لك عايزك تبقى أغنى واحد في الدنيا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الأخ ده ساب محل كبير وخد محل صغير على قده. فبقول له ليه يعني؟ الناس بترتقي مش بتنزل. قال والله المحل الكبير ده مشكلته كانت يعني شغلني عن طاعة ربنا لدرجة ان انا ما كنتش بقدر اصلي اي صلاة من الصلاه الخمس الا في المحل. المحل التاني ده الحمد لله بكسب منه برضه كل حاجة، بس بفضل الله بقفل وقت الصلاة واروح اصلي وارجع تاني واقرا قرآن واذكر ربنا، وبالليل بحضر دروس علم، والحمد لله وبكسب وعايش زي الفل. اختار الشيء اللي يقربك من ربنا. ولذلك احيانا يجي يسالني شاب او تسالني اخت، يسالني الاخ ده مثلا ادخل كلية ايه، او اتجوز مين، او اتعين في الوظيفه دي ولا لا. اقول له بص، مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي يقربك من ربنا. الوظيفه دي هتقربني من ربنا، خليني فيها حتى لو كان المرتب اقل، مش مشكله، مش دي المشكله يا جماعه. الموضوع مش موضوع مبلغ، الموضوع موضوع بركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، من بركات من السماء، خد بالك، ولكن كذبوا. حته البركه يا جماعه، يعني حتة البركة ان انت يبقى عندك بركة. كان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. البركة يا جماعة. ولذلك في نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن أن تتخيلها. أجمل 7 سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي ال7 سنين دي. 7 سنين فيها بركة لا تتخيلها. سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس كنبي من الأنبياء، ولكنه كحاكم من حكام المسلمين. عايزين الدليل؟ خد الدليل، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال. يعني ما يقبلش الجزية في الوقت ده. ليه؟ لأن في الوقت دوت إما إسلام وإما قتل، مفيش وقت، خلاص ده الساعة قربت، ده سيدنا عيسى نزوله من علامات الساعة الكبرى، خد بالك. وإيه؟ ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يعني إيه لا يجد من يأخذه؟ يعني أنت لو عندك زكاة مال 2 مليون دولار وراح تديها لواحد فقير يقول لك معلش أنا مش عايزها. ليه؟ يقول لك أصل خلاص سيدنا عيسى نزل، ده علامة من علامات الساعة الكبرى، فأنا عندي في الوقت ده لما أسجد سجدة ربنا سبحانه وتعالى أعظم عندي من مليون جنيه، أعمل بيها إيه؟ آخد فلوس وأتحاسب عليها؟ مالهاش لازمة. حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية عند أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، دي الحتة اللي بيتكلم فيها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها. خد بالك بقى، حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها
بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندة قدام المسجد، لا خد القشرة واعمل تندة للشارع كله. واخد بالك؟ ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه. خد بالك بقى، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. الصفا جبل أو صخرة أملا يعني ملساء زي الترابيزة كده، حط عليها بذرة تطلع تطلع في الوقت ده. خد بالك، حتى يضع الرجل إيه؟ لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. خد بالك بقى، وينزع الله السم من كل ذات سم. السموم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب، ما فيش سم خلاص بقى، الدنيا كلها يبقى فيها سلام ووئام. فاهم ازاي؟ حتى يضع الطفل في يده في فم الحية فلا تضر. يعني في الوقت ده يعني كل مصانع زي ما بيقولوا كده ايه، في المصانع لعب الاطفال هتقفل في الوقت ده. ده لا تقول لمامته بالله عليك يا ماما وانت جايه شويه افاعي كده وشويه حيات نلعب بيها يعني. حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجليه على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع إيه؟ مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. الله أكبر. البركة تعم الدنيا كلها. ليه؟ إيمان بالله سبحانه وتعالى. البركة منزوع عليه دلوقتي عشان الإيمانات يعني شوية، إنما لو الإيمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت أهل إيمان، هتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركة. الشاهد في الموضوع، نرجع لموضوعنا، إن البركة في العمر، إن أنت ممكن تخلي عمرك ده كله بركة في طاعة لله سبحانه وتعالى. إن أنا بحتسب في نومي، يا رب أنا بنام عشان أطيعك، عشان أقوم أذكرك يا رب وأعبدك وأصلي. أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك. أنا بشتغل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس. يبقى أكلك عبادة، شربك عبادة، ده عبادة، كل حياتك تنقلب إلى عبادة. سبحان الملك. حتى جوازك من بدايته يبقى عبادة. أنا بتجوز ليه؟ اسأل واحد النهارده من الشباب بتتجوز ليه؟ يقول لك يعني اسأل. وعملنا استفتاء بكده وعملنا موضوع حلقة يعني الموضوع ده عادي، يعني زي ما كل الناس بتتجوز بتجوز، يعني هم يتجوزوا وانا لا. فاهم ازاي؟ بتتجوز ليه؟ والله طلعت لقيت ابويا متجوز وعمي متجوز وخالتي، مش هقعد انا كده فاضي يعني، لازم اتجوز. بتتجوز ليه؟ والله عشان ربنا يكرمني والاقي زوجه بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف اموري وكده، ويبقى عندي عيلين افرح بيهم يعني. بتتجوز ليه؟ عشان اعبد ربنا. بتتكلم جد؟ والله اعبد ربنا بالجواز. عشان اخد اخت اعفها وتعفني، اعينها على طاعه ربنا، تعيننا على طاعه ربنا، نخلف اولاد يعبدوا ربنا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الهدف. هو ده الهدف. وعشان النبي عليه السلام بيباهي بنا الامم يوم القيامه، فعايز اكتر ذريتي. مفيش بقى لا حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام، لا مفيش الكلام ده خالص. فاهم ازاي؟ اكتر ذريتي عشان النبي عليه السلام يفرح بالذريه الطيبه دي اللي بتعبد ربنا. يا سبحان الملك. يبقى كل حاجه عباده. وده بيفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السيره يعني. شاب مره كان لسه ما كانش ملتزم يعني، فكان بيسمع طبعا الناس المتدينين دولت حياتهم جميله ومليانه بطاعه ربنا، فراح لاحد المشايخ فقال له: عم الشيخ ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، يعني انا عايزك تقول لي ايه الكلام الحلو اللي بتقولوه في ليله الدخله. قال له: يا ابني تعالى حبيبي، اول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمه راسها وتقول: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، وعند الجماعه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الكلمات الجميله دي يا ابني. قال له: بارك الله فيك، ربنا يحفظه. وشاف ايه. المهم الشاب ده كان متجوز بقى واحده برضه ايه عشان تعينه على طاعه ربنا، جوز اخته منتخبه وكده، وكانت جميله جدا. فجه في ليله الدخله اول ما كشف النقاب ففقد الذاكره، قام حاط ايده على راسها وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. قالت له: جزاك الله خيرا. بتقول دعاء الدابه يعني. المهم الشاهد في الموضوع، فانت ممكن تحول حياتك كلها لعباده لله سبحانه وتعالى، وتستطيع انك تخلي عمرك كله طاعه لله. هي دي الهمه بقى، هي دي الهمه. بالنيه. قال يحيى بن ابي كثير: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنها عبد الله: قال يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. اشتغل نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انوي كده وانت قاعد هتخسر ايه؟ والله يا رب بتمنى يا رب يكون عندي قناة فضائية أبث من خلالها كده الدين والقرآن والسنة. يا سلام. يكتب لك وكأن الدنيا كلها اهتدت بسبب القناة دي وانت قاعد ما عملتش حاجة. والله يا رب أنا والله لو اديتني مال، والله يا رب نفسي أبني مسجد الناس تصلي فيه يتكتب لك. والله يا رب نفسي إن أنا أعمل دار أيتام واكفل 300 يتيم
يتكتب لك. كتر من النيات الجميلة، واصدق مع الله سبحانه وتعالى إنه لو اداك فعلا مال هتعمل بيه الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ازاي بقى ان احنا نفرغ القلب من الدنيا ونملأ اخره؟ انا هديك مثالين صغيرين خالص تقدر من خلالهم ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وان انت تملأ قلبك بحب الاخره. خد بالك من حاجه، القلب ده عامل زي ايه؟ زي صندوق، والصندوق ده مربوط بحبال عارف اسمه البالونه اسمها ايه؟ اسمها المنطاد الضخمه دي، البالونه الضخمه قوي دي، فاهم ازاي؟ فالبالونه دي عايزه تطلع، بس في مشكله ان الصندوق ده اللي هو ايه؟ اللي هو القلب. خد بالك، الصندوق ده مليان طوب وزلط ورتش ورمله وتراب، فالبالونه عايزه تطلع مش عارفه. طب نعمل ايه؟ خف الرمله، خف الزلط، خف الدنيا، خف الدنيا تقب للاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. شيل شويه دنيا، شويه حب مال ارمي، شويه حب نساء حرام ارمي، صاحبتك ارمي، الجيرل فريند ارمي، مش عارف العربيه اللي بلعب بيها سباق مع فاهم ازاي؟ ارمي، طلع كل ده ارميه. هتلاقي الصندوق عمال يخف، القلب عمال يخف، يفضى وينضف. فاهم ازاي؟ فاول ما الصندوق يفضى تلاقي البالونه ايه؟ طارت. واضح المثل؟ اديك مثل تاني، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عارف سفينه الفضاء؟ اكيد حضرتك شفت قبل كده في النشرات الاخباريه يقول لك النهارده هتطلع سفينه الفضاء او المكوك الفلاني او مش عارف ايه والكلام ده كله. في رحله هيطلع حوالين المريخ وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو وفاهم ازاي، ويحود على المجره اللي جنبينا ويلف شويه ويجيب يعني المهم ايه؟ لفه كده على الحبايب يعني. فالمهم سفينه الفضاء دي محتاجه ايه؟ انت وانت شايفها بتطلق او المكوك ده بيطلق بتلاقي كميه نار وغازات بتطلق لا يمكن ان تتخيلها، تحرق بلد كامله. طب ليه ده كله؟ قال لك لازم قوه دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن دايره الجاذبيه الارضيه. عدى مرحله الجاذبيه خلاص ابشر، خلاص عدى مرحله الجاذبيه، بس انطلق في الفضاء بقى وعاش اجمل حياه. ما فيش حد بعد كده اي حاجه يعني لا تشده يمين ولا شمال. سبحان الله. يبقى انا محتاج ايه؟ دفع، محتاج ان انت تنطلق. بس خد بالك بقى من حاجه، لما تنطلق في اطار السنه، ما تبعدش عنها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ولن يشاد الدين احد الا غلبه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسددوا، مش عارفين، وقاربوا. واخد بالك؟ يعني احب الاعمال الى الله كما في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يجي لك الشيطان ويضحك عليك، يقول لك يا راجل بقالك سنه ما صليتش قيام الليل، انت تنفع تكون اخ ملتزم انت؟ طب اعمل ايه؟ قوم يا عم صلي قيام الليل يا عم، من بعد العشاء للفجر يلا واشتغل كده زي الصحابه والنبي عليه السلام. يقوم قايم الله اكبر من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعه، ويجي لك الشيطان يقول لك ما شاء الله عليك، ده انت عفارم عليك، ده انت ممتاز، ده انت من العباد الزهاد، ده انت من العشره المبشرين بالجنه يا راجل. فاهم ازاي؟ طب نام بقى واستريح شويه. تقوم نايم تصبح الساعه 10 الصبح، يبقى فوت عليك ايه؟ الفريضه، ضحك عليك. صلاه قيام الليل نافله، يعني اقل حتى من السنن الرواتب ال 12 ركعه، واخد بالك؟ لكنها قربة عظيمه وعباده من اعظم العبادات. قال عنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير فينادي: هل من يدعوني فأجيبه؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. قيام الليل. فيجي الشيطان يضحك عليك يوم إيه؟ مفوت عليك الفريضة اللي هي صلاة الفجر، والأصل هو الفريضة.
كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بس في حاجة تانية بقى اللي هي النوافل بقى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الملك. فمركبة الفضاء دي هتطلع عايزة قوة دفع، قوة دفع جامدة. قوة دفع إيه؟ بالطاعة. اجتهد، ابدأ. من كانت له، كما قال أحد السلف: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أعيدها تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: من كانت له بداية محرقة، اتعب شوية. من طلب العلا سهر الليالي، ده في أمر الدنيا. أمال في أمر الآخرة بقى: من طلب الجنة لا ده ما ينامش خالص. خدت بالك؟ فيبقى إيه؟ من كانت له بداية محرقة، بداية محرقة، ما شاء الله عنده إيه؟ قوة واندفاع، بس اندفاع على السنة. لأن أنت عارف عاملة إزاي؟ يعني على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا أفكار تعبانة وأفكار مش مظبوطة، عملوا إيه؟ أدي الإسلام عامل زي كأنه صندوق، هتخش جواه هتعيش أجمل حياة. إنما لو اندفعت غلط زيادة عن اللزوم هتخش من ناحية وتطلع من الناحية التانية. ولذلك أكتر الناس تشددا هم عند الفتنة أكتر الناس تسيبا. واحد متشدد وماشي وقرفان من الناس، وده فاسق وده كافر وده مش عارف ايه وده وده، وتيجي مع أول فتنة تلاقيه على القهوة بيشرب شيشة وماشي مع البنات ومش عارف ايه، وتلاقيه ضاع وانتهى. ليه؟ مش هو ده الدين. الدين بتاعنا دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن أنت تبتسم، وقت للبسمة، وقت للبكاء، وقت للفرح، وقت للحزن، وقت للعبادة، وقت للعمل، وقت للزوجة، وقت للأولاد، وقت للشغل. كل حاجة وليها وقتها. فأعطي كل ذي حق حقه. عايزين داعية يكون فاهم واقع الناس يا جماعة. مش عايزين داعية عايش في دنيا تانية، عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة. لأ، نزل الدين على أمر الدنيا وفهم الناس إزاي يعيشوا الدين ويعيشوا الدنيا في وقت واحد. واخد بالك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما كان مكشر، والنبي عليه الصلاة والسلام لو غضب الغضب ليه وقته، وهي دي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. فاهم ازاي؟ النبي ما كانش مكشر. يعني بعض الناس بتفكر ان الالتزام معناها ان السنان لازم تكون عورة. يعني ايه؟ يعني يفضل مكشر على طول، ما يفتحش بقه خالص. لا يا اخي، السنان مش عورة والله. فاهم ازاي؟ ابتسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بساما محيا، وكان يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم. ويجي الواحد من الصحابة ويغميه من ورا عينيه. الصحابي ده واقف في السوق اسمه زاهر، حديث رواه الترمذي بسند حسن. خد بالك؟ وزاهر واقف عمال بيبيع في السوق ويقول: من يشتري هذا الثوب؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام يجي يغميه من ورا ويقول: ومن يشتري هذا العبد؟ فيستدير كده سيدنا زاهر يقول له: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده أنا اللي زي لو باع ما يجيبش حاجة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: غير أنك عند الله غال، أنت غالي عند ربنا. يا سلام، يا ترى أنت كمان غالي عند ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يمزح مع أمنا عائشة، واخد بالك، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، لما يجي يمزح وطالع مع الجيش ويقول للصحابة: تقدموا، اطلعوا قدامي، جايب عائشة يقول لها: تسابقيني؟ تقول له: سابقك يا رسول الله. قالت: فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. ليه؟ كانت لسه رفيعة بقى ولسه يعني. فالمهم، ففي المرة الثانية النبي ما انساهاش طبعا. مرة ثانية النبي عليه السلام بعد كام شهر برضه خارج مع الجيش، فقال: تقدموا. فقال لها: تسابقيني؟ قالت له: سبقك. قالت: فسابقني فسبقني. ليه؟ كانت أمنا عائشة بقى تخنت وحملت اللحم رضي الله عنها وأرضاها. خدت بالك؟ النبي عليه السلام كان يمسح ويضحك، ووقت للضحك ووقت البكاء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن طئت. وفي قبلها قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى لضحكتم إيه؟ قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي الضحك، ما قالش لما ضحكتم أبدا، إنما قال لضحكتم إيه؟ قليلا. يبقى أثبت إن في ضحك، في مزاح، ولكن بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكما ثبت في رواية أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى وانت بتمزح ما تكذبش، امزح بصدق واضحك وفرفش مع اخواتك وحبايبك وقرايبك وزمايلك، ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن محتاج قوة اندفاع. قوة اندفاع دي تتمثل في إيه؟ وده موضوع حلقتنا اللي هو إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجأ إلى الله، قل له: يا رب قربني منك،
يا رب حبب إلي الإيمان، زينه في قلبي، يا رب جدد الإيمان في قلبي. ودي وصية النبي عليه السلام، إن الإيمان لا يخلق في يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعي قول يا رب جدد الإيمان في قلبي، يا رب قربني منك، يا رب حبب إلي الطاعة، بغض إلي المعصية، اجتهد في قيام الليل. النهاردة بصلي ركعتين، بعد أسبوع أبتدي أخليهم 4، بعد أسبوع أخليهم 6، بعد أسبوع أخليهم 8، وهكذا. بقرأ جزء القرآن كل يوم خليه 2، بذكر ربنا كل يوم 10,000 مرة خليها 20,000 مرة، بعمل كذا، اجتهد. كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: صحبت الإمام أحمد 20 سنة، والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع السابقين، مع علو الهمة. كمل الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونتكلم مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.